بيك في بودكاست كلمة ونص. هنا بنختصر لك فكرة أو فكرتين من كتاب في أقل من 10 دقايق. اسمع، فكر، واطلع بحاجة. كلمة ونص تكفي وتزيد. أنا يوسف، والحلقة دي من كتاب دع القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي. كتاب بسيط بس مليان حكم، لو طبقتها هتحس فرق حقيقي في يومك ومزاجك وحياتك. عمرك فكرت إن أغلب الحاجات اللي بتقلقك لسه ما حصلتش؟ أيوة، لسه ما حصلتش. احنا بنضيع لحظة النهاردة في خوف من لحظة لسه جاية. القلق مش مجرد إحساس عابر، ده طاقة بتستهلكك حتة حتة كل يوم. بيسرق منك وقتك وتركيزك ونومك، وممكن يهد صحتك كمان. في جملة في الكتاب بتقول Don't try to sow sawdust. لا تحاول نشر نشارة الخشب. بمعنى إنك ما تحاولش ترجع تعدل اللي حصل خلاص، لأنه حصل. ولا تعيش النهاردة في مشاكل بكرة، لأنها يا صديقي لسه ما حصلتش. اللي فات راح وانتهى، واللي جاي لسه ما جاش. انت بس في النص، في النهاردة. خد بالك من نقطة مهمة جدا. في نوع من الناس بيخطط كويس بس بيموت من القلق. بيقعد يحسب كل سيناريو سلبي ممكن يحصل، وكل نتيجة ممكن تبوظ. وساعات كتير ده بيخليه يسيب الحاجة قبل ما يبدأ أصلا. مش عيب ولا غلط إنك تبص على كل السيناريوهات، الجانب الإيجابي والجانب السلبي. بس إنك تركز على السلبي بس وتحط قلقك العامل الأول، فأنت كده أكيد أصلا مش هتبدأ. يعني مثلا واحد عايز يقدم على شغل جديد، بس تلاقيه بيقول طب لو اترفضت، طب لو معرفتش أتكلم، طب لو قالوا لي أنت مش مناسب. خليني أسألك، فين القلق ده دلوقتي؟ هل هو حصل، ولا أنت بس عملت فيلم كامل في دماغك وصدقته؟ مفيش مشكلة إنك تقول طب لو اترفضت، طب لو معرفتش أتكلم، طب لو قالولي مش مناسب، وتحط حلول لده وتحط بدايل. بس مش إنك ما تاخدش الخطوة من الأساس. القانون الذهبي اللي بيركز عليه الكتاب: عيش في حدود يومك. لو اليوم ده عدى على خير، بكرة هيجي، واحتمال كبير يكون خير كمان. خليني أحكي لك قصة صغيرة لشاب اسمه عمر. عمر كل يوم بيرجع من شغله وهو تعبان ومتوتر. مش من الشغل، من التفكير. بيقعد يقول بكرة هيحصل كذا، طب لو مديري كلمني كده، طب لو الفلوس ما كفتش. نومه اتلخبط وتركيزه قل، وشوية بشوية بقى عصبي ومش طايق أي حاجة. وفي يوم سمع عمر جملة غيرته. الجملة دي كانت بتقول جرب تعيش النهاردة وبس، وهات بكرة لما يجي. قرر عمر إنه كل يوم الصبح يسأل نفسه: هو في حاجة النهاردة تستحق إن أقلق عشانها؟ لو لقى إنه مفيش، بقى يهدى ويكمل يومه. جرب ده لمدة أسبوع، وحياته بدأت تهدى فعلا. وهنا بقى بنوصل لنقطة جوهرية في حلقتنا النهاردة، ويمكن تكون أهم نقطة في رحلتك للتخلص من القلق. سلم أمرك لربنا وتوكل عليه. عايز أقولك إن كل التوتر اللي بتحس بيه ده ممكن يروح لو عرفت إن مفتاح الراحة الحقيقية هو إنك تقوي إيمانك بربنا، بالعبادة اللي بتطهر روحك، وبإنك تتوكل عليه في كل قرار صغير أو كبير. ولو وصلت لمرحلة إنك متأكد إن بعد أي تعب أو ضيق الفرج جاي لا محالة، صدقني الإحساس ده لوحده كافي يملأ قلبك هدوء ويخليك في سلام داخلي وطمأنينة ما تتوصفش. حاول يا صديقي تسعى ورا إنك توصل لده، وإنك تقوي إيمانك بربنا بشتى الطرق، وتعرف إننا في وضع الاختبار دايما في الحياة. وما تنساش إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. مش يمكن يكون الابتلاء اللي انت فيه ده أصلا حب وفي مصلحة ليك، بس انت لسه مش عارف تفكر كده؟ حاول يا صديقي تغير نظرتك شوية وتقرب من ربنا، وافتكر دايما الجملة دي: إذا كان الله معنا فمن علينا. دلوقتي تعال نطبق سوا. خلينا كده ناخد نفس عميق وناخد دقيقة. لو بتحب تكتب هات ورقة وقلم، ولو مش بتحب الكتابة يلا بينا نفكر مع بعض بصوت عالي. في 3 أسئلة عايزك تسألها لنفسك دلوقتي وتكون أمين في إجابتك. أول سؤال: إيه أكتر حاجة قلقاك النهاردة؟ السؤال التاني:
هل الحاجة دي حصلت فعلا؟ طيب لو لسه ما حصلتش، السؤال التالت، هل ينفع تأجل التفكير فيها لبكرة؟ لو يبقى ببساطة رجع تركيزك تاني للنهاردة. وبعد ما تجاوب على الأسئلة دي، عايزك تبدأ يومك أو تكمل يومك بسؤال واحد بسيط: إزاي أخلي النهاردة يعدي بسلام بأقل قدر من القلق؟ الكتاب جميل جدا وفيه أفكار كتير، لخصت لك أهمهم على قد ما قدرت، بس لو عايز تفاصيل أكتر تقدر ترجع وتقرأ الكتاب وتشوف باقي الأفكار اللي هتساعدك بشكل قوي. وفي النهاية، اسمح لي أختم كلامي معاك باقتباس بيلخص كل اللي قلناه: الناس اللي بتعيش في امبارح بتضيع طاقتها، والناس اللي بتعيش في بكرة بتضيع عمرها، بس اللي بيعرف يعيش في النهاردة هو اللي فعلا بيعيش. لو الحلقة دي خففت عنك ولو جزء صغير، شاركها مع حد بتحبه، يمكن تكون سبب في راحته. وما تنساش تتابعنا وتسيب رأيك أو ترشح لي كتاب تحب نتكلم عنه. دي كانت كلمة ونص. لو عجبتك الحلقة شاركها مع اللي بتحبه، واستنى الحلقة الجاية. كل كتاب وراه فكرة، وكل فكرة ممكن تغير.